السلام عليكم. معكم إبراهيم الشربجي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض كورس لارافيل رياكت انيرشيا مع تايب سكريبت. ليه تتعلم انيرشيا هتساعدك ان انت تبني مشروع فول ستاك. لارافيل تستفيد من قوتها في الباك اند، ورياكت تستفيد قوتها في الفرونت اند. يلا نبدأ نعمل مشروع مع بعض. هنستخدم هيرد اللي احنا ثبتناه في الفيديو اللي فات. هنعمل اد سايت، هنعمل نيكست، هنستخدم رياكت في ستارتر كيت رياكت. بعد كده مثلا نسميه فيرست، نعمل نيكست، هيبدأ يتعامل مع بعض. هنفتح السي ام دي، تكتب امر اللي قلنا عليه الفيديو اللي فات اللي هو بتاع نت ستارت ماي سيكوال 80 عشان يبدا يثبت عشان يبدا يشغل معاك الماي سيكوال والبي اتش بي ماي ادمن. كده ماي سيكوال فتح، معناش عايزين ديت، وهنا المشروع هنا بيتعمل. تمام، المشروع كده اشتغل معانا. ممكن نبدا ما نفتحه. تمام، وبرضه نفتح البي اتش بي ماي ادمن، نكتب هنا روت. تمام، نبدا بقى نشغله. ضغط هنا، بعد كده هنا مش هنا، فيرست، تعمل هنا اوبن ويز فيجوال ستوديو كود. تمام، هنبدأ الأول في شرح الملفات، لكن بس في تفضيلة بس بعملها أول ما أفتح مشروع. شايف editor config والبريتير. أول حاجة تفتح البريتير ده، هتخلي التاب ويتس دي هنخليها بس 2، عشان اللي هي دي مزار التاب يتحرك 2 بس. ونفس الكلام في editor config، هنخلي indentation size 2 و indentation size هنا 2. كده ده هيبقى 2. فانت بعد كده ممكن تعمل ايه؟ ممكن تيجي هنا تعمل فرومات دوكيمنت ديت، هتقوم معمول لك على طول ايه حجم المسافة يقل شوية، بحيث ان انت تقدر تقرأ الكود كله. تمام، دي تفضيلة بس انا بعملها في الكود عندي. اول ملف معانا هو الكونفيج الخاص بانيرشيا. الملف ده بنحدد فيه معلومات السيرفر سايد ريندرنج. السيرفر سايد ريندرنج بكل اختصار ده الصفحة بترندر في السيرفر، بعد كده نبعتها للعميل. ده بيساعد محركات البحث، هنتكلم فيها اكتر قدام. تاني جزء خاص بالتستنج، يعني برضه لما نوصل لمرحلة التستنج قدام هنتكلم فيها. تاني ملف معانا هو ملف الاب دوت بليد. ده الملف الاساسي اللي لارافيل بتبدا بيه المشروع. اول حاجه بنبدا بيه بتحديد اللغه. تاني حاجه عندنا اللايت مود والدارك مود. رياكت انيرشيا مع شادنس ان بيظبطوا لنا التحويل ما بين اللايت مود والدارك مود. اهم اجزاء من الكود اللي هم الجزء ده بيساعدنا في الجزء الخاص بالهوت ريلود. الوقت لما كل الصفحة مثلا تعدل في ملف الجافا سكريبت او التايب سكريبت، على طول يتحدث معاك الواجهة من غير ما تعمل ريفرش. تاني حاجة معانا اهم سطر، السطر ده فايدته ايه؟ انت اول حاجة بتقول فايت. الفايت هنا بتنادي على ملفات الجافا سكريبت او التايب سكريبت بتاعت الاب، هنشرحه دلوقتي. بيجيب الاب اللي من خلاله بيعرف كومبوننت الرياكت كاملة. وتاني حاجة اللي هو الجزء ده بيساعدك اللي انت اما ترندر اي ملف جي اس ترندره. ده الجزء الخاص بيه ان الصفحة دي ترندر الصفحة كذا. يعني مثلا عملت سلاش هوم، ده الجزء الخاص بيه ان يلاقي الصفحة دي ويبدأ يرندرها. بعد كده تالت حاجة عندنا انيرشيا هيد. الانيرشيا هيد ده فايدته ان اما تبدأ تشتغل على الاس اي او مثلا في الصفحات، مثلا صفحة الهوم، صفحة الاباوت اس، هتبدأ تستخدم الهيد بحيث اللي هي تباصي الميتا تاجز من الكومبوننت الجافا سكريبت او التايب سكريبت الى الهيدر. اخر حاجه الانيرشيا ده العقل بتاع الرياكت. هنا بنبدا بقى كومبوننت رياكت هيبدا في المكان ده. تالت ملف واهم ملف معانا هو ملف الاب دوت تايب سكريبت. الملف ده اللي فيه الاساس اللارفل رياكت انيرشيا كلها. هنا بنبدا نكريت التطبيق بتاع رياكت. اول حاجه بنبدا نعمل امبورت للمكاتب الاساسيه او للكومبوننت الاساسيين. فاول حاجه عندنا مثلا كريت انيرشيا اب. قبل ما نتكلم عن كريت انيرشيا اب، خلينا نتكلم عن السطر ده. اول حاجه احنا بنجيب عايزين الاب نيم، العنوان بتاع او اسم الموقع بتاعنا. فبنعمل امبورت للميتا. دي الطريقه اللي بتستخدمها في رياكت عشان نجيب متغير من الانفايرمنت بتاعنا عن طريق انيرشيا، لان ما ينفعش انيرشيا على طول تنادي على الانفايرمنت بتاعت لارافيل. فدي الطريقه اللي بنستخدمها، بتعمل امبورت ميتا، بنروح لملف الانف. جوه ملف الانف بنبدأ نجيب متغير اسمه فايت اب نيم، ولا رحنا على الانف هنا هنتلاقيه تحت خالص اسمه فايت اب نيم. بيجيب قيمة منين؟ من قيمة الاب نيم اللي هي فوق خالص هنا اهي.
الفانكشن اللي معانا اسمها create inertia app. الcreate inertia app دي فايدتها اللي هي دي اللي بتكريت بقى الابلكيشن بتاع رياكت. التايتل ده بيجي ازاي؟ وانت جوه كومبوننت التايب سكريبت بتبدا تستخدم كومبوننت اسمه الهيد من رياكت انرشيا، بتباصي ليها التايتل اللي اسمه ريجستر. التايتل ده بيستقبله هنا، بنبدا يشوف لو في تايتل ابدا ضيف لي التايتل مع الاب نيم اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، لما مفيش تايتل ضيف لي بس الاب نيم. لو جينا نشوف المثال هنا في صفحه الريجستر اهيت، باصي ده التايتل اجى ريجستر لارافيل. تاني جزء معانا اللي هو الريزولف ده فايدته ان هو دلوقتي لما الكنترولر عايز ينادي على صفحه جافا سكريبت معينه او تايب سكريبت فهو بينادي عليها في الكنترولر. بعد كده الجزء ده مخصوص اللي هو يبحث عن الملف ده موجود فين ويبدا يظهره في الموقع. والجزء اللي بعد كده معانا هو السيت اب بقى. هنا بقى بنبدا نرندر الصفحه بتاعتنا. اول حاجه بالنادي بيقول لك هنا كريت روت، بيروح ينادي على الانيرشيا ديت، يبدا بقى يستخدمها هنا في الاب دوت بليت، يبدا يستخدم الانيرشيا ديت هنا عشان يبدا ينادي ان هنرندر الجزء بتاع الجافا سكريبت في المكان ده. بعد كده عندنا البروجرس ده، بس بيحط لون في البروجرس بار اللي انت لو جيت هنا هتشوفه هنا دلوقتي، مثلا دخلت اي بيانات وعملت كريت اكونت، ده بس اللون اللي بيطلع هنا في البروجرس. اخر بقى جزء هنا اللي هو الجزء المخصوص باللايت سيم والدارك سيم. بنعمل انيشاليز للسيم. لو مثلا ضغطت كنترول ورحت عليها هيتلاقي هنا الكود تايب سكريبت عادي. اول حاجه لو undefined، لو مفيش صفحه اعمل ريتيرن ارجع. اول حاجه لو مفيش في اللوكال ستورج قيمه للابيرنس ابدا حط لي set item، هنحط في اللوكال ستورج وفي الكوكي set appearance بقيمته system. بعد كده هو بص يعني من الاخر الصفحه دي انت ممكن ما تجيش جنبيها قوي يعني، لكن هي كل استخداماتها يعني اللي هي بتعدل السيم من دارك سيم ولايت سيم، انت ممكن تقراها عادي يعني. دلوقتي بعد ما عرفنا ازاي رياكت مع لارافيل بيرندر الصفحه، دلوقتي بقى ازاي نبدا نستخدم كده. اول حاجه هتروح على الراوت بتاعك وتبدا تضيف راوت جديد، هنسميه مثلا تيست راوت او مثلا تيست عادي. هنا بقى هنعمل كول باك فانكشن اللي هو يرجع فيو، لكن ده بقى مش بليد فيرجع فيو عادي، ده انيرشيا ريندر بنرندر راكت. فكل الحكايه اللي انت بتستدعي راك انيرشيا بتقول انيرشيا ريندر. اول حاجه ريندر ايه؟ التست بيج دي مش عندنا فاحنا عايزين نكريتها. تكريتها ازاي؟ لو رحت هنا على الاكستنشن وبحثت عن انيرشيا ثبت اول اتنين دول. بعد كده هتروح على الفايل بريفرنسز سيتنجز، هتيجي هنا هتحط فين؟ اول حاجه هتكتب انيرشيا، معلش هتكتب انيرشيا، هتحط هنا دوت تايب سكريبت عشان الديفولت اكستنشن لانيرشيا دوت تايب سكريبت. وتاني حاجه تحت هنا هتحط برضو تايب سكريبت هنا تحت. دي هتبقى ممكن هتبقى فيو او جي اس اكس، تقوم محولها ليه لتايب سكريبت. ده بتعمل كده ليه؟ عشان ما تضغط على كنترول وتروح كده على طول يقول لك اللي انت الفايل ده مش موجود، فانت ممكن تكريته، فانت تقول ايه كريت. بعد كده تبدا تعمل الصفحه بتاعتك. تعملها ازاي؟ تكتب ار اف سي، تعمل كده ولا عملت دوكيومنت فورمات دوكيومنت، الرياكت هيبدأ يظبطها لك تاني. هي ده من ده تبع رياكت اللي هو بعد رياكت 18 او 19 ما عادش محتاج اللي انت تعمل امبورت الرياكت فوق كده. في اختصار برضو اللي انت تضغط شيفت الت اف ويعمل كده. نعمل مثلا صفحة مثلا هلو وورلد. لو بعد كده رحنا على التيرمينال عملنا بي اتش بي ارتزن اوبتمايز عشان يبدأ يقرأ الروابط الجديدة، واخدنا التست ده وجينا هنا وعملنا تيست، في الغالب مش هيفتح معاك عشان انت ايه؟ عشان انت مش مرن الفايت. بيقول لك هنا رن ان بي ام رن ديف. الفايت مش شغال، هو ممكن يشتغل بس لو انت عملت ان بي ام رن بيلد، لان في الاول والاخر ده مشروع رياكت مع لارافيل، فانت لازم تشغل الام بي ام رن ديف. لو شغلت الام بي ام رن ديف هيحصل معاك مشكله. شوف هيشتغل دلوقتي، لو جيت تعمل تبص مش هيفتح معاك اي حاجه، حتى الصفحه القديمه ما عادش شغاله معاك. هي دي مشكله لقيتها مع لارافيل هيرد، هقول لك ازاي دلوقتي تحلها. عشان تبدا تحل المشكله ديت، اللي انت اول حاجه مش هنستخدم الطريقه اللي هو بيستخدمها اللي هي بيعمل زي دومين تيست دومين عندك على اللوكال فيرتشوال هوست. لا، انت هتستخدم نفس طريقه لارافيل العاديه عشان تعمل سيرفر. اللي انت تيجي كده هنا تعمل بي اتش بي ارتزن سيرفر. لما تعمل كده هيبدأ يجي معاك الايرور الغريب ده. فاحنا الاول حاجة عايزين نحل الايرور ده. هنحله ازاي؟ اللي احنا هنعدل ملفات هيرت نفسها. هتيجي غلط هنا، هتلاقي هنا في الهيرت اختار تاني واحدة هي دي بتقوم الكونفيجريشن يعني. هتروح على البن، تمام. بعد كده البي اتش بي اللي انت شغال عليها هتنزل تحت لحد العلامة بتاعة البي اتش بي ده، ولا جيت تبص بي اتش بي ان سيتنجز بتاعته، هتاخدها كده
وتسحبها هنا، بس هتبدأ تبحث عن ديّة، هيكتبها لك تحت في الوصف تبحث عن variable order، هتكون مكتوبة كتير تبحث عنها، هتختار بس إيه، شايف دي؟ كل اللي حكاه هتمسح حرف الE دي أصلًا، بس مش هتعمل أكتر من كده وتسيب الملف. بعد كده هترجع للheader عندك تعمل إيه stop all service، بعد كده ترجع تشغّلها تاني، تمام؟ بعد كده تقفل الاتنين دول تاني، هترجع هنا تكتب PHP artisan serve تاني وnpm run dev تاني، تمام؟ لكن في خطوة أنت لازم تعملها، اللي أنت لو رُحت على ملف الenvironment هتلاقي إن الApp URL ده اللي هو الApp URL بتاع هيرد، فأنت هتشيله وتحط ده، تاخد ده copy وتقوم حاطّه هنا تحت تاني. بعدها مثلًا ممكن تدّيها PHP artisan optimize، بعد كده تدّيها serve تاني، هتقوم فاتح إيه، الموقع، هيفتح معاك، فتح يشتغل أهو. بعد كده لو رُحنا على رابط التست اللي إحنا كنا شغالين، اشتغل أهو تمام. يعني هي دي مشكلة لقيتها مع الLaravel Heart، هو كان المفروض أشرحها في الفيديو اللي فات، بس الحمد لله حليناها. ودلوقتي أي React Inertia أو أي مشروع Laravel الأفضل مع الHeart ارجع تستخدم إيه، الartisan serve والnpm run dev عادي جدًا. فبعد كده بقى فأنت بقى ممكن بقى هنا تبدأ تستخدم بقى Tron CSS وتضبّط بقى الlayout بتاعتك تعملها كده، والnpm run dev شغّالة معاك. هتيجي هنا الصفحة كلّه ده بسبب الhot reload، الhot reload ده معناه إن على طول الصفحة لو جينا نجيب دي كده ونجيب دي كده ونغيّر كده على طول، على طول هنا بعد ما تحفظ هيسمّع معاك هنا على طول، كده الhot reload تمام. تمام، كده الفيديو ده خلص. إن شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح بقى الwayfinder اللي اتضاف في الإصدارات الجديدة، وهنشرح ملف ليه بقى في routes جوّه resources وبقى في action، إن شاء الله هنشرحها في الفيديو الجاي. سلام.